النهارده عملت احلى سجق شرقي بافضل طريقه سهله وسريعه وبسيطه، وشايفين بينزل بالكيس بسهوله ازاي من غير هنك ولا تعب ولا وجع قلب. نبدا الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهارده هيكون الحمد لله. طول الفيديو قولي الحمد لله. معايا كوبايتين من الحمص، يعني اقل من نص كيلو من الحمص، نقعته لمده 3 ساعات، وبعد ما نقعته سلقته كويس جدا. لازم تسلقيه كويس لحد ما يبدا ان هو يدخل كده، ان هو يتهري سنه بسيطه معاكي. وبعد كده صفيته كويس وابتديت ان انا افرمه فرما مبرحا. وبعد كده جايبه هنا هو نص كيلو من الفلفل الالوان الاحمر. لو انت لقيتي فلفل رومي احمر، طبعا ده هيكون افضل بكتير من الفلفل الالوان، ومش بيطلع ميه كتير زي الفلفل الالوان. ابدأي بقى افرمي النص كيلو كده اهو بالشكل ده لحد ما تنعمي الفلفل كويس جدا. لازم الفلفل في المرحله دي تبدأي على طول تصفيه في اي مصفى عندك، علشان السجق مش بيتحط له اي ميات وعلشان يظبط معاكي. يبقى كوبايتين من الحمص وكيلو من اللحمه، وعليهم نص كيلو من الفلفل الالوان المفرومه او الفلفل الرومي الاحمر. فرمت بقى كل المكونات الحلوه دي، وتعالي اقولك على احلى بهارات سجق هتخليه يفحفح لك الدنيا، وهتخليه احلى من بتاع بره بمشيئه الله. اول حاجه معلقه كبيره من الفلفل الاسود، كل حاجه هنعاير بيها بالمعلقه الكبيره لان ما شاء الله كميه قطع كتير زي ما انتم شايفين. معلقه كبيره من من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكزبره. الثوم البودر بقى حطيت معلقتين كبار من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر. وهنا هو بقى بهارات السجق الشرقي دي بتكون متوفره عند العطار، لهاتيها كده وحطي منها معلقتين كده حلوين علشان يفحفحوا لك المسائل. نص كده هو بلحية من جوز الطيب فرمتها كده هو بشرتها على طول، ومعلقتين كبار من البابريكا، وحوالي راس كبيره كده اهو من الثوم. يعني راس ثوم كبيره كده تفرميها وتحطيها على الخليط الحلو ده. شفتوا بقى بهارات سهله وبسيطه. لو انتي معرفتيش تجيبي بهارات السجق الشرقي مفيش اي مشكله، ثوم بودر بصل بودر حطي بديل ليه بهارات لحمه. وزودي بس كده اهو رشه صغيره من الحبهان، يعني يعني ايه بقى، دلعي المسائل كده اهو بشويه بهارات حلوين. اعجنيهم بقى كلهم في اي بوله عندك، وخدي بقى قطعه كده اهو. ولازم تفرميها في المرحله دي وشين، احنا مش بنفرمها وش واحد، بنفرمها وشين. طب انت ازاي بتعرفي ان هي نعمت قوي؟ ان وانتي بتفضلي كده اهو تضربيها في المفرمه او في محضر الطعام، بتمشي كده اهو كتله واحده زي ما انت شايفه، يعني لحد ما تمشي كتله واحده كده اهو يبقى هي كده اتفرمت على وشين وبقت ناعمه جدا. انا عندي جل غذائي لونه احمر، حطيت نقطة بس على كل مفرمة كده اهو، على كل شوية من اللحمة الحلوة دي حطيت نقطة واحدة بس، واستمريت في الفرن. طبعا انتوا عارفين ان السجق الشرقي بيبقى لونه كده اهو غامق شوية، بيبقى لونه محمر كده سنة. هم طبعا كل الجزارين او اغلب الجزارين لازم بيحطوا له سنة لون كده خفيف. هنا بقى كيس حلواني، بصي ولا سبتها تريح ولا اي حاجه، بتجيبي القطعه كده اهو وتبداي على طول بقى تنعميها كده على ايديكي. وكيس حلواني حطي فيه دهنيه بالزيت من جوه كده، حطي فيه نص معلقه من الزيت علشان اللحمه بتاعتك تنزل بسهوله منه. وقطعي الكيس بقى يعني على حسب بقى انت حباه سميك حباه رفيع، الحاجه اللي انت حباها اعمليها. قصيت بقى الكيس وابتديت ان انا بتضغطي عند الكيس، بصي مش ما ترفعيش ايديكي بزياده، لا يعني من اول سنتي كده وحطي ايديكي الحلوه وابداي على طول اضغطي ضغط. طبعا لازم تحطيه على اكياس. انا اللهم بارك قطع كميه كبيره جدا، قطع تقريبا 2 كيلو و400 جرام، يعني احنا ضاعفنا الكميه بدرجه كبيره. كيلو من اللحمه على كوبايتين من الحمص، كل نص كيلو لحمه بياخد كل كيلو من اللحمه بياخد كوبايه من الحمص. والحمص يعني انا اعتقد ان هو افيد بمراحل من فول الصويا، ومليان بروتين، يعني الاكله كلها بروتين وحاجات مضمونه وكفايه نظافتها. فاكرين ذكر النهارده كان ايه؟ كان الحمد لله. طول الفيديو بعد الفيديو قولي الحمد لله. الصينيه دي مقاس 35، حطيت 3 اكياس وكانوا 3 صفوف اللي انتوا شايفينها دي. بعد بقى ما عملت كل الصوابع الحلوه دي، حطيت الاكياس في الصينيه الالومنيا اللي انتوا شفتوها دي، وحطيتها في الفريزر لمده كده ايه نص ساعه ساعه. ممكن ان انت بقى على طول بعد ما تعمليها تروحي جايبه الاطباق الحلوه دي اللي بتحتفظي بيها او اي اطباق فل، تحطي كيس وبعد كده تحطي صف حلو كده اهو من السجق الشرقي، وصف تاني وتغطيه في الفريزر بقى في اي وقت طلعيه وهو مجمد كده اهو، هيكون زي الفل. قطعي بقى فلفل الوان وشويه كده اهو من البصل. وبعد ما تقطعي الحاجات الحلوه دي، طاسه سخنه على النار وانزلي فيه بقى بالسجق الحلو ده. السجق ده لازم تجمديه كده اهو كويس علشان يمسك نفسه. لو انت حمرتيه اول ما استخدمتيه هتلاقيه بدأ يفك، فهو لازم كده اهو يمسك نفسه ويتجمد معاكي.
هحطي بقى كده اهو شويه فلفل الوان، ممكن تحطي فصين من الثوم، طماطميه مبشوره، رشه ملح وفلفل، وبس كده. ما تنسيش ذكر النهارده. الحمد لله، شكرا ليكم.